دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة أحمد شكشك. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا احمد شكشك وده فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن 5 تريكات في الفوتوشوب هتنقل مستواك لحتة تانية خالص وهتسهل عليك الشغل. اعتقد ان اغلبكم ما يعرفهاش، بس قبل ما نبدأ الفيديو خلينا اعرفكم الاول على صفحة اطلب تصميمك، اللي من خلالها هتقدر تطلب اي تصميم انت عايزه، او فيديو او موشن جرافيك او فويس اوفر او مونتاج. هسيب لكم لينك الصفحة تحت في صندوق الوصف. ومن غير كلام كتير خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. التركة الاولى معانا، لو انت معاك صورتين زي دول، صورة الراجل ده وصورة الملعب اللي وراه ده، وعايز تدمج الوان الصورتين مع بعض، بدل ما تقعد تجرب في الادجستمنت لاير وتفتح الكيرفس والهيو ساتوريشن والسلكتيف كولر، انت تقدر تعمل ده بكل بساطه بانك هتختار اللاير بتاع الراجل وهتروح على قائمه ايمج وهتيجي على الادجستمنت وهتختار ماتش كولر. من ماتش كولر هتروح على السورس وهتختار اسم الفايل البي اس دي بتاعك، ومن لاير هتختار اللاير اللي انت عايز تاخد منه الالوان بتاعته، اللي هو هيكون الباك جراوند بتاع الاستاد. واول ما تعمل كده هتلاقي الراجل خد الالوان بتاعه الاستاد، ومن السلايدر دي تقدر تتحكم في الالوان. يعني هنا انا بغمق اكتر كده، بفتح اكتر، وتبدا تظبط اكتر في درجه اللون بتاعته بالشكل ده، وبكده تبقى عملت دمج للصورتين في اقل من دقيقه. هتلاقي الراجل شكله شكل الوان الاستاد بالظبط. ويلا بينا نروح على التركه الثانيه. التركه الثانيه معانا هو انك لو عندك اي صوره زي ديت وعايز تقصها على طول في اقل من ثانيه حرفيا، وفي نفس الوقت القص بتاعك يكون بالماسك، كل اللي هتعمله انك هتشيل اللوك من عليها من هنا، وهتروح على البانل بتاعت بروبرتيز وهتنزل لتحت شويه وهتلاقي ريموف باك جراوند، هتدوس عليها تكه كده وتستنى شويه، هتلاقيه قصلك الراجل عن الخلفيه وعملهولك في ماسك من هنا، بحيث لو في اي حاجه مش مظبوطه اتحكم انت براحتك من الماسك واظبطها اكتر. تعالوا كده نعمل زوم ونشوف القصه عامله ازاي. القصه ممتازه جدا يا جماعه. بالنسبه بقى للشعر من هنا هو ما قصهاش، فديت بكل بساطه هنيجي على الماسك وهنروح على سيلكت اند ماسك وهنيجي على ريفاين هير من فوق كده وندوس اوكي. بكل بساطه الشعر اتقص، وبكده انت قصيت اي صوره عندك في اقل من 5 ثواني حرفيا. ولو ما لقيتش ريموف باك جراوند في الفوتوشوب اللي عندك، لان برضو ريموف باك جراوند ديت هتلاقيها في نسخه 2022 او 2023. تعالوا نجرب نفس الاوبشن ده على صوره تانية زي ديت فيها الوان كتير، والصوره دي فيها تركتين. التركه الاولى انك هتلاقي الفايل هنا اسمه اندكس ده لما تيجي تشيل القفل كده هتلاقيه ما بيتشالش، او جيت تعمل اي حاجه على الصوره هتلاقيها مش راضيه تتعمل خالص، الادوات ما بتشتغلش عليها. دي الحل بتاعها ايه؟ الاندكس ده بتبقى حاجه في الصور البي ان جي في الاغلب، وده بيبقى بروفايل كولر زي الار جي بي والسي ام واي كي. كل اللي هتعمله انك هتدخل على القائمه ايمج ومن المود هتختار ار جي بي، هتشيل الصح من اندكس وتحطها على ار جي بي كده، هتلاقي الصوره اتحولت اسمها بقى باك جراوند، والقفل تدوس عليه هيتشال على طول. دي تريكه ثالثه معانا في فيديو النهارده. وتعالوا بقى نجرب على الصوره دي نقص الراجل كده، نشوف اداه ريموف باك جراوند هتقدر تقصه لي بسهوله ولا لا. هندوس عليها، لو جينا قربنا كده هتلاقيها قصتهولي قصه ممتازه جدا، حتى تفاصيل الدقن قصتها ما عدا الحته دي. وبما انه هو معمول ماسك فاحنا ممكن ندوس شيفت وندوس على الماسك كليك شمال هيلغي لنا الماسك. هنيجي بالبين تول سريعا ونحدد على الطاقيه بالشكل ده. بعد ما خلصنا تحديد على الطاقيه هندوس كنترول انتر عشان يعمل لنا سيلكت، ونيجي نفعل الماسك ونبدا نلونه بكل بساطه بالشكل ده. بكده يبقى القص بتاعنا مظبوط 100%، وقصينا الصوره بسرعه جدا. اداه ريموف باك جراوند ديت اداه مفيده جدا في قص الصور وهتوفر عليك وقت كتير. التركه الرابعه معانا وهي انك لو عندك تصميم زي ده، او انت عموما عملت تصميم وعايز تخلي الحواف بتاعته ديت غامقه شويه، بحيث يبقى الفوكس على العناصر اللي جوه التصميم، ما تبقاش الفوكس في العناصر اللي بره. فدايما كنا بنعمل لاير جديد كده ونختار لون غامق من لون الخلفيه ونغمقه شويه بالشكل ده، ونبدا بالفرشه الناعمه ونرسم كده حواف بسيطه من بره بالشكل ده. ولكن ده مش عملي وبياخد وقت كتير، وساعات كتير ما بيطلعش مظبوط. طيب التركه اللي معانا هتعمل لك ده في اقل من 30 ثانيه
بكل بساطه هنمسح اللاير ده الاول، هنعمل لاير جديد من هنا. اللاير ده هنروح على قائمه اديت، هنختار من قائمه اديت فيل، ومن فيل هنختار 50 جراي وندوس اوكي. بعد كده هنيجي على البلندنج مود وهنخليه اوفرلاي، فهتلاقي مفيش اي حاجه حصلت معانا، ولكن مش ده اللي احنا عايزينه. هنعلم على اللاير بتاع ال 50 جراي ده وهنروح على قائمه فلتر وهنختار لينس كوريكشن، هيفتح لنا النافذه ديت. هنروح على الكاستم وهنيجي من الاماونت داركن ونزودها شويه بالشكل ده وليكن كده مثلا، وندوس اوكي. هتلاقي الحواف بتاعت التصميم عندك اغمقت كلها على قد التصميم وبتناسب بالظبط بدون ما تقعد ترسم كتير. تعالوا كده نشوف قبل وبعد. ادي قبل، ادي بعد، قبل بعد. ودي كانت التركه الرابعه معانا، ويلا بينا نخش على التركه الخامسه. التركه الخامسه معانا انك كتير لما بتيجي تقص بالماسك وبعد ما بتخلص قص بتلاقي الحواف البيضه ديت اللي بتبقى في القصه بتاعتك ما بتبقاش عارف تتخلص منها ازاي. في ناس بتيجي تلون الماسك من تاني كده بسيط بس بيطلع فيه غلطات كتير، ولكن انت في اقل من ثانيتين هتكون متخلص من الحواف البيضه دي بكل سهوله. كل اللي هتعمله انك هتيجي تسلكت على الماسك بتاعك من هنا وهتروح لقائمه فلتر وهتيجي على الاذر وهتختار مينيمم. من مينيمم هتبدا تخليها 2 او 3 او 4. اول ما تلاقي ان الحواف عندك من هنا اختفت خلاص، فانا مثلا هزود الرقم ده ل 3. لقيت الحواف عندي اختفت اقوم دايس اوكي. بكل بساطه الحواف اختفت كلها والصوره بقت مقصوصه كويس. دي التركه الخامسه معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت منه. لو في حاجه مش واضحه سيبها لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليها في اقرب وقت. والاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وشير عشان الكل يستفيد. ولو حابب تسمعني وتشوف القناة تاني تقدر تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جاية، وخش شوف الفيديوهين دول بالأخص عشان حلوين وبسمسم. وفي النهاية وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك، سلام.